أهلا بكم ومرحبا. تعتبر الأحداث التي تعصف بحياة الشعوب أداة جامعة لإرادة لها بقوة وعزيمة مجددة. وما حدث في طرابلس يوم الجمعة نذير سوء وخطر كبير يجتاح البلاد ويفتح الباب أمام خلافات ونزاعات. وبعد هذه الأحداث دعا المجلس المحلي طرابلس لعصيان مدني. وهنا نتساءل: لماذا لم يكن الإضراب قبل مظاهرة الجمعة الدامية تحقيقا لمطالب الشارع لإخراج جميع المظاهر المسلحة من طرابلس؟ وكيف تدعو الحكومة لحداد لمدة 3 أيام والمجلس المحلي يدعو لإضراب وعصيان مدني؟ هل سيشكل الإضراب ضغطا على كل الأطراف من السلطات والمجموعات المسلحة؟ هل الإضراب سيشكل إحراجا للحكومة ويعرقل عملها بإيقاف العمل في كل المصالح؟ وهل العصيان المدني تعبير للحزن على ضحايا وشهداء الجمعة الدامية أم أن له اعتبارات أخرى؟ إضراب العاصمة موضوع حلقة اليوم في رأي عام. يمكنكم المشاركة معنا عبر وسائل الاتصال التالية. للمشاركة في برنامج رأي عام باستطاعتكم التواصل عبر الوسائط الآتية: facebook/رأيعام.com، تويتر opinion show، سكايب a.opinion، أو على الإيميل opinion@النبأ.tv. كما يمكنكم المشاركة هاتفيا عبر الأرقام التالية. كما يمكنكم مشاهدينا التعليق على سؤال الحلقة في صفحة البرنامج على فيسبوك: ما هي أسباب وأهداف الإضراب في العاصمة طرابلس وهل سيحقق مطالبه؟ نتابع الاستطلاع التالي. حسب ما نشوفه في الجو العام أن الواقع المدينة هو ضراب عام. مش إضراب عام، إنه هو حداد عام لمدة 3 أيام، طبعا أمس واليوم وبكرة. مش استجابة للمجلس المحلي، الناس نفسها مفيش حد يحرك فيها أصلا، هي هيك اوتوماتيكيا، الناس بروحها يعني حزينة على الناس القتلى اللي موجودين في غرغور وفي جهة تاجورة، وهذا شيء مؤسف جدا، يعني أطفال نساء، شيء مؤسف جدا، شيء يعني ذكرنا بأيام 17 فبراير للأسف. العصيان هذه طالعة من قلوبنا، شيء طبيعي، حزن على هذا كلهم أطفالنا وأهلنا وناسنا كلهم. حداد على الموتى، شو الموتى مش شوية، هلبة راهو، هلبة ومجريح، هلبة مشاكل، هلبة. والله حداد على القتلى وأسف على الشهداء اللي طاحوا اللي سقطوا، هذول ليبيين في النهاية، يعني الناس شباب وأبرياء، ناس مسالمين. نحن اللي كيف طلعوا المظاهرة الشباب كلها طلعوا مش على كونهم مصراتية ولا كونهم زنتان ولا كونهم أي، في النهاية كلهم ناسنا وهنا، كونهم إنهم غير شرعيين في وسط البلاد. احنا والله على قلبنا كمصراتة وكليبيا بصفة عامة، ما عندنا في نحمل علينا واحد، طرابلس الجميع وليبيا للجميع، وما عندناش المفروض مش نشكلوا أي أحزاب، أي واحد نبغى جيش وشرطة بس، هذا المطلوب والغاية بس. وينضم إلينا عبر الهاتف من تجره دريس بركاش. دريس، كيف ترى إضراب العاصمة وما هو الاختلاف بينه وبين الإضرابات السابقة في كل ربوع الوطن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. قبل أن أدخل في صلب الموضوع، نعم، بيان لمجلس المحلي بجانبي أولا أعزي نفسي وللشعب الليبي بفقدان كم هائل من أبناء الشعب الليبي. نعم. وفيما يتعلق بالإضراب اليوم في العاصمة طرابلس، أنا كمواطن مع الإضراب وعصيان مدني حتى يخرج الكتائب. إدريس، يبدو أن هناك خلل في الاتصال، لو تدخل في منطقة فيها تغطية. ومعنا أيضا عبد العزيز من المرج. عبد العزيز، كيف تنظر لإضراب العاصمة اليوم؟ نعم يا أخي. كيف تنظر لإضراب العاصمة مقارنة بالإضرابات التي تحدث في ربوع الوطن من سابقه؟ والله يا أخي نرى أن مشروع ناجح للإضرابات هذا، لأن فساد ماشي الناس، ونحن فساد ماشي في البلاد. يعني إذا كنا ما صححناش مسار الثورة توا، فإن المفسدين توا حيكون عندهم سلطة أكبر يعني حقيقة. بارك الله فيهم من خوتنا في العاصمة ونحن معهم. نعم،
عبد العزيز، هل الإضراب سيؤتي ثماره بأن يضغط على المجموعات المسلحة للخروج من العاصمة؟ اكيد هذا الاضراب اكيد، او الاضراب حياتي يعني ان شاء الله باذن الله. نعم. انتقل الى نوري سعيد من شحات. نوري، يقول عبد العزيز بأن هذا الإضراب سيضغط على هذه المجموعات المسلحة ويجبرها على الخروج من العاصمة، كيف ترى وجهة نظره؟ أخي الكريم، هذه الموجة الثانية من الثورة. الموجة الأولى كانت ضد كتائب القذافي وميليشياته، والموجة هذه الثالثة الأولى والموجة الثانية هذه ضد الميليشيات الجهوية والقبلية التي تعبث بها من ليبيا. ما قام بها أهل طرابلس هي شجاعة أهل طرابلس التي أثناها عليهم. أهل طرابلس المسالمين ضربوا ذرعا بهذه الميليشيات التي بدأت تعبث بأمن واستقرار طرابلس، ولا من هذا المكان وأيد أهل طرابلس، وأن هذا الحراك سلمي وشعبي سيقود ليبيا إلى الخير، سيقود ليبيا إلى التخلص من هذه الميليشيات المأجورة. لن تنعم ليبيا لا بالحرية ولا بالديمقراطية، ولن تكون هناك تنمية وإعمار في ليبيا في ظل هذه الميليشيات. ما قام بها طرابلس صحيح وأؤيدهم، ولابد أن يستمروا حتى يخرج آخر ميليشيا من طرابلس، لأن هذه الميليشيات عبثت. نعم نوري. نعم، وحرضوا على وعلى الميليشيات المأجورة أن تخرج. نعم نوري. ينضم إلينا أيضا محمد رمضان من طرابلس. محمد، بصفتك من سكان طرابلس، كيف رأيت الإضراب اليوم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. بداية نترحم على أرواح الناس اللي توفت، ونتمنى إن شاء الله أن الناس تقدر تتنفس. بداية بخطوط الإضراب، أن إحنا الإضراب العام عملناه لنوجه الرأي العام إن إحنا متضامنين مع الناس اللي ماتت هذه. في نفس الوقت نقولوا أن حتى الناس اللي كانت في منطقة غرغور هم ليبيين في النهاية، ولكن صحيح نتمنوهم أنهم ينضموا بصورة رسمية للجيش أو للشرطة. إذا كانت من أسباب الإضراب حسب وجهة نظرك هو الضغط على هذه الجماعات لإخراجها من العاصمة. والله مش نقول ضغط بالضبط يعني بنفس المفهوم اللي أنت توضح فيه، ولكن نبي نوجه الرأي العام أن لنا 3 سنين سوينا الثورة خلاص، يعني ما عادش نبوا. إذا تدعو المجموعات المسلحة إلى الانضمام إلى التنظيمات الحكومية. معنا عبد الرحمن من الزاوية ومحمد من الخمس. تفضل عبد الرحمن. بالنسبة للموضوع يا أخي، موضوع الإضراب وموضوع أهل طرابلس، طبعا هذه الميليشيات يا أخي الخارج عن سلطة الدولة وخارج عن القانون، واللي اتخذت من طرابلس وكر للإجرام وللخمور. هذا طبعا يجب أهل طرابلس أن يقاوموه بكل السبل، ومنها الإضراب ومنها. فنبي نعرف حاجة يا أخي الكريم، تو نحن كأننا نكلمك من مدينة الزاوية، ويعلم أهل طرابلس أن ثوار الزاوية هم أول ما دخلوا لمدينة طرابلس. نعم. ونحن لم نبقى في مدينة طرابلس، تركنا طرابلس لأهلها وناسها ولرجالها، ولم نستغل تلك الظروف الصعبة اللي مرت بها مدينة طرابلس في التحرير. طب هؤلاء يا أخي أنا أعلم ما يريدون من العاصمة، يقولون أن العاصمة يريد أن يحافظ على أمنها، أليس في طرابلس رجال وثوار يا أخي الكريم يحافظون على أمنها؟ على من تضحكون أنتم؟ ما تبوش تنضموا للجيش، ما تبوش تنضموا للثورة، وما تبوش تنضموا لسلطة الدولة. طيب عبد الرحمن، هل ترى أن الإضراب وسيلة للضغط على هذه الجماعات للخروج من العاصمة؟ عبد الرحمن، هل تسمعني؟ هؤلاء كانوا في سجون الطاغية. عبد الرحمن، يبدو أن عبد الرحمن. محمد من الخمس. أهلا بك محمد. كيف ترى الإضراب الذي أعلن في العاصمة ويطبق اليوم، كيف تراه؟ الإضراب أراه أن حق مكسب لكل أهل طرابلس بعد الجرح اللي عانوه يوم الجمعة اللي فاتت هذه، وأتحقق أكثر من 43 روح وجرح 400 مواطن في داخل المنطقة هذه، بدون وجه حق يعني يجرحهم من هو أو شو يكون أو شو اللي داروا لهم أساسا حتى يجي يقضي عليهم النار في داخل مدينة غرغور. المفروض هذول تلقاهم بالورد، الناس اعتصموا ويبقوا حاجة يعني مواطن. محمد لو ترفع الصوت قليلا. قلت لك هذول المفروض تلقاهم بالورد، هو اصلا اللي يضربهم بالنار هذول المفروض تلقاهم بالورد، هذول مو الظاهرين يعني ترنا ناس ديمقراطيه، والديمقراطيه هي مظاهرات وكل حاجه يعني بيقولها مواطن يقولها بدون ما يتلقى رصاص. لما تلقى رصاص يعني يسبب جرح داخل مدينه طرابلس، الجرح هو من حق طرابلس تضرب وتدير كل شيء. وحاجه ثانيه بنقول لك السادات البدري اللي هو رئيس المجلس المحلي، هذا اول واحد في الحكومه كلها خاصه تاريخه، اول يعني
انسان بالنسبه لي نحط رقم واحد في الحكومه، المفروض هو رئيس الحكومه مش عبد الرحمن محمد السادات البدري بصفته رئيس المجلس المحلي طرابلس هو من دعا لهذا الاعتصام، لكن الاستجابة هنا هل كانت تلبية لمطلب المجلس المحلي أم كانت تعاطفا مع الضحايا الذين سقطوا في الجمعة الدامية؟ اول المجلس المحلي انا بالنسبه لواحد الناس يقول يستحق القياده ويستحق ان يلبي له اي طلب يقوله، والانسان قيادي ويتبع. يعني واحد الناس حتى 120 كيلو على طرابلس لو يعني اي شيء يقول نتبع الراجل هذا، راجل المفروض يخش التاريخ، لان اول انسان يقول كلمه حق وينفذ. حتى لو متنا هنا كليبيين نموتوا 100 و200 300 و500 لكن لاجل حاجه خلاص يعني. نعم شكرا عبد الرحمن ومحمد من الزاويه. ينضم الينا عبد العزيز ومحمد عبد الحميد ومحمد وعلي من وادي عتبة. عبد العزيز عبد الحميد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف تصف هل الضراب هو نوع من الضغط سواء على الحكومات أو على الحكومة عفوا أو على المجموعات المسلحة؟ والله بالنسبة للمسمى الإضراب أو حداد أو أي اسم مسمى هذا احنا ما نختلفوش عليه، وأنا كنت أتمنى أن الإضراب هذا أو الحداد يكون على مستوى ليبيا، لأن الجرح هذا جرح ليبيا بالكامل. مش معقولة معناها طرابلس الوحيدة اللي هي تعمل الحداد 3 أيام، المفروض ليبيا كلها الحداد 3 أيام أو أسبوع حتى أسبوع. يا أخي معناها 45 ناس معناها 45 بريء ماتوا يوم مبارك اللي هو يوم الجمعة. مش معقولة ليبيا المفروض كلها حداد. لكن الناس اللي قتلوا ونذكرهم كلام الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولكن يؤخرهم الى يوم تشخص فيه الابصار، ونذكرهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والله لزوال الدنيا بحقها اهون عند الله من اراقه دم مسلم. نعم اشكرك عبد الحميد وانتقل الى علي من وادي عتبة. علي كيف تنظر للعاصمة خاصة أنتم من خارج العاصمة، كيف تنظرون لهذا الإضراب خاصة أنه جاء بعد جمعة دامية سقط فيها العشرات من الضحايا والمئات من الجرحى؟ هو الحل الرئيسي لخروج الميليشيات المسلحة من العاصمة أخي الكريم. الميليشيات المسلحة ماذا؟ هو السبب الذي يتم خروج الميليشيات المسلحة من العاصمة. الإضراب هذا للضغط على المجموعات المسلحة للخروج من. كيف يمكن تطبيق ذلك؟ بالضغط على الحكومة وعلى الميليشيات المسلحة بالاعتصامات، المزيد من الاعتصامات في هذا الفترة. نعم. وبنخرج يا أخي الكريم نبي نخرج على الموضوع شوية. في ميليشيات في وادي عتبة تقوم برماية تفريط ومعتصمين على مشروع التطاوع. نعم انتقل إلى شاكر من الكفرة وأم معاد من طرابلس. شاكر صف لنا كيف تلقيتم الأنباء عن الإضراب في العاصمة والحداد على أرواح الضحايا الذين سقطوا في الجمعة الماضية؟ والله يا أخويا تأسفنا لموقف الجمعة السوداء اللي هي حقيقة الضحايا اللي مش شوية، الجرحى مش شوية، شلة مرتزقة، شلة تعبانة. لا عليك مع ناس عندنا الضمير بالله عليك برشاشات 14 ونص و23 ونص تضرب مواطنين ناس ابرياء. يا اخي ما فيش انسانيه، ما فيش اخلاق، يعني بغض النظر عن اي شيء. واذ بين وفاده يطلع لنا طيب شاكر هل الإضراب شاكر هل الإضراب يمكن غصبا عنا ونبعده شاكر هل في رأيك الإضراب يمكن أن يؤدي إلى خروج الجماعات المسلحة؟ الإضراب هل يمكن أن يؤدي إلى خروج الجماعات المسلحة من طرابلس؟ أكيد ليبيا كلها يفترض إضراب، لازم المجرمين هؤلاء اللي استغلوا ليبيا حقيقة والمواطن قاعد يعني مدمر. شكرا أنتقل إلى أم معاد. أم معاد كيف ترين أن التظاهر لم أدى إلى سقوط الكثير من الضحايا؟ هل الاعتصام السلمي أو الاعتصام الصامت، التعبير الصامت، هل يمكن أن يؤتي أكله؟ أكيد هو سبب من الأسباب، معناها هو طريقة من مع الاعتصامات ومع القيادة المدني ومع المظاهرات. حتى هي ما نطلبش ان المظاهرات توقف، حتى هي لما نديروا الشهداء احنا نضغطوا على الحكومة والمؤتمر باش يحسوا لو ما ماتوش قاعدين.
لو قاعدين حيين بالك يحسوا بينا، واحنا نرفض اي تشكيل من اي منطقه ومن اي مدينه، ولو كان هذا التشكيل يهدد ويدير خطر عليها طرابلس، ولو كان من طرابلس نفسها. احنا ما عندناش فرق بين اي مدينه، وما نبوش نشخصن الامور بين مصراتة وطرابلس. كنا ليبيين وكنا اخوي. احنا ضد الاضراب ام معاذ، الاضراب ليس مقصود به مدينه معينه، المقصود هو اخراج جميع المجموعات المسلحه، وايضا تعاطفا مع ارواح الضحايا. اكيد لنا يوم الجمعه الاسود هذا قايم. نعم، شكرا ام معاذ. مشاهدينا فاصل قصير، من بعده نعود لنكمل نقاشنا، لا تذهبوا بعيد.